السلام عليكم. بسم الله. أشخاص يملكون قوة خارقة حقيقية. أولا، دانيال براونينغ سميث حصل على العديد من الألقاب، منها الرجل الأكثر مرونة أو رجل مطاطي. أمه اكتشفت فيه قوة المرونة، فأصاب العلماء في حيرة طبية. لا يتأثر جسمه ولا أعضائه الداخلية. الرجل المطاطي يستطيع أن يدخل في مضرب تنس أو في حقيبة سفر، أو حتى أنه يستطيع أن يدخل جسمه داخل صندوق صغير بدون أن يشعر بأي ألم. لم يجد العلماء أي تفسير طبي لحالته. ثانيا، جلد من حديد. راهب من الشاولين 38 سنة يؤمن بأنه يستطيع التحكم في قوة جلده إذا ركز في منطقة معينة. فاز بالعديد من مسابقات فنون الدفاع عن النفس. عنده القدرة على ثني الحديد، وحتى أنه شغل مثقاب حفر في رأسه لمدة 10 ثواني حتى يثبت للناس قوة جلده. للمفاجأة لم يصب بأي نوع من الإصابات أو الجروح، وحاليا يستخدم قواه الخارقة لحماية الأطفال المحليين. ثالثا، رجل القرش. بدأ عمله كصياد في جنوب أفريقيا، لكن حماسه للحيوانات المائية أظهرت قواه الخارقة للإقناع في السيطرة على أسماك القرش. مغامراته في الغوص وقدرته على التعامل مع القروش استطاع أن يقترب من القروش على مسافات قريبة، حتى أنه سجل أكبر وقت سباحة مع أكبر أنواع القروش المفترسة بدون قفص حماية، وحتى الآن لم يعاني من أي ضرر من اقترابه للحيوانات المفترسة. حاليا هو المتحدث الرسمي لمنظمة الحفاظ على أسماك القرش. رابعا، رجل العنكبوت سبايدر مان الهند. رجل هندي ملقب برجل العنكبوت يستطيع تسلق جدار عمودي رأسا على عقب بكل سهولة، وكأنه العنكبوت نفسه. هذا الرجل يملك قوة عظيمة يتغلب فيها على الجاذبية. هذا المغامر يستطيع تسلق جدار بطول 300 قدم بدون أي معدات سلامة أو حبال، بيقول على أنه تعلمها من القرود. خامسا، كيفن ريتشاردسون مواطن من جنوب أفريقيا. عندما أنهى دراسة علم الحيوانات في عمر العشرينات قرر أن يترك كل ما تعلمه خلفه ويتبع غرائزه عند التعامل مع الحيوانات البرية. ومنذ ذلك الوقت أصبح كيفن أفضل عالم بسلوك الحيوانات بعد استمراره الانفراد مع أخطر حيوانات غابات السافانا. هذا العالم يعمل حاليا جنبا بجنب مع الأسود عند النوم والأكل والعيش معهم. قوة الغريزة التي يملكها جعلته يكون محبوبا عند الأسود والضباع. سادسا، كيم بيكس. هذا الرجل لديه ذاكرة قوية جدا، يستطيع أن يتذكر أشياء حصلت معه عندما كان عمره 1.5 سنة. كان رأسه كبيرا عندما كان رضيعا، وكان يفتقر إلى الأعصاب التي تربط بين نصفي الدماغ التي تسبب بجعل الخلايا العصبية تسبب اتصالات غير عادية. كل هذا سبب لديه ذاكرة غير عادية، مثل القدرة على حفظ كتاب كامل خلال ساعة، وكان يستطيع قراءة صفحتين في نفس الوقت، عين على الصفحة اليسرى وعين على الصفحة اليمنى. كيم مات سنة 2009. سابعا، فتاة الأشعة ناتاشا ديمكينا. تستطيع ناتاشا رؤية الأشعة السينية، هذه الأشعة اللي تخليك تشوف الكسور وغيرها. ولدت ناتاشا في روسيا عام 1986. في عمر ال10 سنوات استطاعت ناتاشا رؤية أعضاء أمها الداخلية من خلال النظر، يعني زي سوبرمان. حاليا تعمل مع بعض المنظمات العالمية. ثامنا، رجل الثلج ويم هوف. رجل هولندي مع قدرة فائقة على تحمل البرد القارس، يحمل أكثر من 20 رقم قياسي عالمي، من ضمنهم أطول حمام ثلج حقق وقت 1:30. صعد جبل كليمنجارو وجبل إفرست لابس فقط سروال قصير. تم اختبار درجة الحرارة أثناء وبعد حمام الثلج، ودرجة الحرارة الداخلية ما تغيرت أبدا. تاسعا، رجل الكهرباء سالفيسا باشكيك. رجل من صربيا لديه القدرة على توصيل الكهرباء في جسمه بدون أن يتأثر بها. بالعادة لما نلمس الكهرباء نموت، لكن هذا الرجل اكتشف هذه القدرة بالصدفة لما حاول يلمس سياج كهربائي. هذا الرجل يستطيع أن يمرر كهرباء بقوة عالية جدا، يستطيع بها أن يشوي نقانق خلال 5 ثواني. كان معكم عبد الله من الحقائق والتازة. لا تنسوا اللايك والاشتراك والتعليق على الحلقة، مشاهدة فيديوهاتنا السابقة. في أمان الله، إلى اللقاء.